السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده احنا في ريماس لاند فاتحين كذا فرع في مدينة نصر. منتجات البان وحاجات حلوة. هنخش نجرب معاكم ونقول لكم هم يعني بيبيعوا ايه. تمام اوكي، يلا بينا. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة، الكومنت، اللايك، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس. يلا بينا. ريماس لاند فروع في جميع انحاء الجمهورية، فاتحة 24 ساعة. رقم الدليفري 15 44 6. وهاخدكم جولة دلوقتي جوه المحل. احنا في فرع مدينة نصر اللي عند أول مكرم، ده أجدد فرع ليهم. هما في 3 فروع في مدينة نصر. شايفين تلاجة الجبن عاملة ازاي؟ أهم حاجة عندهم النظافة، والنظافة ما أقولكوش عليها. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. دي تلاجة السعادة، ده الفرع اهو من جوه. نخش بقى على تلاجة السعادة. هنا عندنا الألبان، طواجن، نوتيلا ولوتس، تشيز كيك، كاستر، مهلبية، في زبادي وفي رز بلبن بالأحجام طبعا بتاعتهم، كبير صغير وسط. شايفين حاجة هايلة قوي. في عندهم رايب كمان، أم علي ورز بلبن من الفرن. حاجة حلوة جدا جدا جدا. تلاجة السعادة دي فعلا هي دي السعادة. شايفين ايه ده؟ الله، اللي عايز حاجة حلوة يروح لهم على طول. وده عرض. هنا جبن رومي وجبن حلوم، في تشكيلة أنواع جبن غير طبيعية. جبنة موزاريلا، اللي عايز يعمل بيتزا يعمل حاجة. هنا الزبدة، هنا بتاعت اللبن، هنا بقى الجبن. بص بقى الجبن وحلاوتها، تشكيلة منوعة من الجبن. أنا هبقى أدوق لكم برضو الحاجات دي كلها وأقول لكم رأيي فيها. شايفين إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ الله، الله أكبر بجد. بسم الله ما شاء الله، حاجاتهم نظيفة جدا جدا جدا. وهم الناس برضو يعني بسم الله ما شاء الله بجد. فريق العمل كله ربنا يكرمهم بجد، على أعلى مستوى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دي عبوات كده بيبيعوها برضو زي الحاجات اللي في التلاجة، بس دي بقى مغلفة وكده اللي عايز. الله 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 بجد. وهنا بقى بيعملوا لي الايس كريم ساندي، بيحطها الشوكولاتة، صوص الشوكولاتة. اديله بقى، غرقني صوص شوكولاتة. ايوه، الله عليك يا حبيب والديك. خش بقى على الايس كريم، ادي ماكينة الايس كريم يلا. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايوه بقى، هو ده الكلام العالي. خش عليا خش. الدنيا كانت حر وفعلا كان محتاج ايس كريم. ساقع وجميل. ياه، الكلام ده كبير. والجو حر، فعلا محتاج ايس كريم من عند ريماس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. طواجن الحلو، فور سيزون، تشيز كيك، انواع رز بلبن، بودنج، فيترول لوتس، قنبلة سيزر، موس ريد، موس اوريو، موس لوتس، جيلي ساده، فيترول نوتيلا، ترايفل، أرز بلبن جوهر ريماس، أرز بسبوسة، أرز كيت كات، رز بالأوريو، رز قشطة، رز لوتس،
رز كنافه نوتيلا، مهلبيه ساده، كريم كراميل، ريد فيلفت، عاشوره ساده، مهلبيه فراوله، كاستر ساده، رز بلبن فرن، مهلبيه فرن، ام علي فرن، كريم كراميل فرن، لبن كامل الدسم، رايب كامل الدسم، عرض ال100، سمنه بلد جاموسي، زبادي احجام، رز بلبن احجام. ودلوقتي معانا الشيف هيثم هيقول لنا بقى على انواع الجبن، ويلا بينا. ازيك يا شيف هيثم؟ الحمد لله. ازيك يا عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام بخير. الحمد لله. الدنيا معاك زي الفل يا باشا. الحمد لله، ربنا يكرمك. الحمد لله. قول لنا بقى ايه الانواع بقى اللي عندك؟ والله بص يا نبتدي درش. من اليمين هنا، خلينا في اهل اليمين. تمام. هو انا عندي شويه جبن، احنا بنعمل شويه جبن بلدي وبنعمل جبن شويه مصنعات كده، كلها مواد طبيعيه طبعا والبان طبيعيه ما فيهاش اي حاجه. شوف انت عايز تبدا منين؟ ابدا لك من ورا مثلا من الجبن البلدي بتاعتنا. انا عندي براميلي بالفلفل خزين. براميلي بالفلفل خزين. ذوق كده. حلوه. وفي عندنا برضو منها براميلي هي دي كلها جبن خزين، يعني جبن كلها بلدي خزين. في منها زي كده اهيت. هو حلو اللي احنا دقناها دي، الاثنين اللي احنا دقناهم حلوين جدا. تمام يا درش. بص يا درش، احنا هنخش بعد كده بقى على شويه حاجات كده ايه يعني بطعم زمان شويه. عندي حاجه اسمها قريش فلاحي، دي كامله الدسم. دي تبع الناس ممكن يعملوا دايت كده. عندي منها للدايت. يعني دي في انا عامل ده وعامل ده للناس اللي اكيله اللي بتحب الاكل تاكل دي. وفي نفس الوقت القريش كده كده في كل الاحوال بتاعتها سواء دايت او العادي هي مفيده وحاجه كويسه للمعده. يعني هي في كل احوالها هي حاجه كويسه. حلو. الناس اللي بتعمل رجيم او الناس اللي بتلعب في الجيم وشغل الحرق ده، دي في منها ديت وفي منها ديت. ايه تاني عندنا؟ في عندنا برضو حاجه في ضمن الجبن البلدي عندنا احنا يعني مزبده الكريمه دي اسكندراني، حاجه كده لذيذه يمكن مفيش مكان بيبيعها بالكريمه زينا. دي حاجه كده تخصص رماس بس، حادقه شويه بس حاجه حلوه بطعم قوي شويه. بس هو هي في اخرها الفليفر بتاعها لذيذ كده دي حاجه كويسه. لا هي ملهاش مش واخده هو ممكن بس الطعم بس هو عشان من قوته شويه جاب معاك حاجه تانية. في عندنا جبن كريمات وسبريدات كتير قوي. في عندنا جبنه بالقشطه، دي حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنتميز بيها عن الجبنه دي. بتتعمل كتير بس مش زي عندنا. يعني احنا عندنا شويه احنا مهتمين بالجوده اكتر من حته موضوع ان انا ببيع لك جوده مقابل سعر، مش سعر مقابل جوده. فدي حاجه كويسه ولذيذه. عندنا طبعا في شويه سلطات بقى. في سلطه زي عندي كده حاجه اسمها سلطه شيف عندنا. ده بيبقى ميكس كده متكون من لانشون وشيدر زيتون كابوتشا مايونيز، حاجه كده برضو التست بتاعها لذيذ كده. حاجه حلوه. يعني من اميز برضو السلطات اللي عندنا. هنا حاجه حلوه برضو، احنا خرجنا شويه في اطار الجبنه الريكفورد الناس كلها متعوده عليها، يا بتاكلها يا صوص يا بتاكلها قطع. احنا خرجنا شويه من الموضوع دوت وعملنا سلطه جديده كده لذيذه. انت هتحس ان انت بتاكل ريكفورد بس ما انت لسه عشان الناس لازم تاخد التيست بتاعها. شكل جديد بس حلو. حلو. هي لا حلو. في والله. طب طلعت حلوه ولا طلعت وحشه؟ دي بتاعتنا احنا بقى. مش هتلاقي عند حد كتير سلطه الريكفورد بالشكل بتاعنا لان احنا بنعملها بشكل معين كده وما خرجناش برضو من اطار الطعم بتاعها. في عندنا شويه صوصات طبيعي كلها جبن طبيعيه 100%، مش برضو مش ما فيش اي حاجه زيوت نباتيه او زيوت مهدرجه. صوص رومي وكيري طبيعي
وصوص شيدر. يعني دي من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنتميز بيها عندنا. ايوه ده صوص. طبعا للناس اللي بتحب تقلي بطاطس بقى، الناس اللي بتحب تعمل تحطها على برجر، تحطها على الجبن اللي داخله مكرونات اللي بتتعمل في الفرن. حاجات الصوصات ديت طبعا بتفرق قوي في الفليفر والطعم بتاعها. في عندنا بقى جبن طبيعيه 100%. عندنا جبنه ثلاجه طبيعي للناس اللي بتحب الجبنه ملحها خفيف وفي نفس الوقت تكون بيور مش داخلها اي حاجه. دي جبنه ايه؟ دي جبنه ثلاجه طبيعي، دي 100% حليب، ما فيهاش اي اضافات باودر او زيوت نباتيه خالص خالص. حاجه كويسه جدا اميز بيها الحمد لله يعني، واللي بفضل ربنا ان هي حاجه ممتازه جدا. وعندنا برضو زيها برضو بنفس الشكل بس للناس اللي بتحب الجبن الصلبه شويه، اللي هي لو حبت تعمل سلطه يوناني او تعمل حاجه بتبقى عايزه جبنه طبيعيه. عندنا دي دوبل كريم، جبنه ملحتها مش عاليه علشان لو حابب ان انت تدخلها في سلطه في نفس الوقت مش عشان بس حاجه كويسه برضو. انا من ضمن الجبن اللي انا بحب ان انا اسوق عليها كويس لانها حاجه محترمه بجد يعني. في زمان كان بيتقال على جبنه الصفرا كده، كان بيتقال عليها جبنه دمياطي. الجبنه الدمياطي دي عندنا احنا خرجنا منها من اطار الجبنه شويه. لا 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 لا، انا عارف انت ما بتحبش المقرمش درش فمش جاي سلطه شاميه. ده كده ميكس جبن كده مع مستردة وسنه خضار فلفل الوان واخده مايونيز، حاجه جميله شويه. في عندنا برضو الجبنه الاسطنبولي القديمه اللي الناس عارفاها ديت، احنا برضو خرجنا بقى دخلناها في اطار جديد كده، حاجه اسمها سلطه زعتر وريحان، واخده زعتر طبيعي وريحان طبيعي واخده زيت زيتون. للناس اللي بتحب الحاجه الحادقه، اللي عايزه تعمل سمبوسك حادق، اللي بتعمل حشو حاجه حادقه، اللي عايزه دي حاجه حلوه قوي وجامده حادقه قوي عشان اسطنبولي انا قلت لك جبنه حلوه، هي حلوه قوي. طبعا احنا عندنا الكريهات، احنا عندنا 5 انواع في الكريهات. انا عندي الكيري ساده ديت اللي هي كده، دي برضو بالنسبه للناس اللي بتحب الجبن اللي بتعمل تشيز كيك، اللي بتحب تعمل حشو، دي ساده كيري ساده اهي. دوقها كده برضو قول لنا ايه رايك. تمام. وفي يعني في عندي منها الريكفورد اللي انت دقته، في منها البسطرمه. ده كده بقى تيست، ده كيري بالبسطرمه. تمام. دوق بيا ديت كده هتستمتع وانت بتدوق حاجه كده. انت بتاكل بسطرمه بس بشكل تاني مختلف عن اللي انت حاجه جميله ورايقه كده. الناس اللي بتحب بقى السندوتشات السريعه على الصبح كده وتكون حاجه جميله كده، قول لي بقى ايه رايك كده. دي كيري رومي. كيري على رومي؟ كيري رومي بطعم الرومي، غير حاجه وكيري رومي حاجه. جميل جميل. ده بقى انت دوت الكيري، هدوقك بقى الصوص بتاعه اللي هو تحس ان انت بتاكل جبنه رومي بس في اطار طبيعي جدا بقى. ده صوص رومي، صوص الرومي وبرده طبيعي 100%، ما فيهوش اي زيوت نباتيه ولا اي حاجه معطره. حلو. بالنسبه بقى لستات البيت اللي بتحب تعمل الويبنج كريب، احنا عملنا لهم حاجه كده، جبنا لهم قشطه صور، قشطه البلدي بتاعت زمان ديت. القشطه دي انت لو حابب تعمل بيها حلويات موجوده، لو عايز تعمل منها حادق برضو موجوده. كل الفكره ان انت بس هتضرب عليها شويه اللبن او هتحط لها نسبه السكر لو انت هتدخلها حلويات. دي بقى القشطه يا درش، بص كده انت هتحسها ان هي دي القشطه البلدي بتاعتنا دي. بالنسبه بقى ان انت لو هي تتاكل كده عادي وكل حاجه ما فيهاش مشكله خالص، بس هي استخداماتها في كحلويات او كطبخ للشرب او حاجات زي كده هتحسها حادقه، هتحسها ان هي لاذعه شويه. ده بحكم ان هي لسه بتبقى طبعا خام لبن اللي الناس متعوده عليها يعني. حلو. في بقى حاجه كده عندنا لذيذه برضو بطعم زمان شويه للناس اللي في ناس لسه ما المورتا البلدي طبعا. بنسيح الزبده ايوه تبقى سمنه وبعد كده في الاخر تبقى مورتا بتطلع منها المورتا. احنا وفرنا عليك التسييح، احنا جايبينها لك جاهزه على طول. مورتا قول لنا ايه رايك فيها.
يعني الاشعار ديت حلوه حلوه والله. ب1000. طبعا عندنا جبن بالفلفل برضو، عندنا حاجه اسكندراني وعندنا حاجه بالفلفل فيتا، للناس اللي بتحب تاكل الحاجه ما تكونش حادقه وفي نفس الوقت فيها طعم الفلفل. دي ايه؟ دي فيتا بالفلفل. فيتا. حلو والله. والله معظم الجبن حلوه. طب لا انا مش شايفها ده. طبعا السمنه البلدي عندنا، احنا عندنا سمن بقري وسمن جاموسي. انت هتتكلم على ايه؟ انا كنت هتكلم على دي. دي. دي سمنه؟ دي سمنه بلدي جاموسي. تقدر انت عليها ولا ما تقدرش؟ طب ما تشم ريحتها، طب بلاش تاكلها. شم بقى ريحتها كده، ما فيهاش اي اضافات، ما فيهاش اي حاجه. وبنعمل منها كمان بطرمانات صغيره للناس اللي هي بتبقى بتحب الحاجات اللي هي العبوات الجاهزه. في عندي منها بطرمان 900 جرام، بس هي حاجه ممتازه وحاجه حلوه والطعم بتاعها لذيذ جدا. القشطه طبعا عندنا في منها قشطه مبستره برضو للناس اللي بتحب القشطه اللي هي الخفيفه، ما تكونش حاجات اللي هي الشوجري شويه، مش بنفس الطعم اللي انت دقته في القشطه البلدي ديت كده. دي حاجه المبستره بتاعتنا احنا، وبرضه حاجه من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها، ومعظم المطاعم بتبقى شغاله بالقشطه بتاعتنا الحمد لله يعني بفضل. دي المبستره بس. واتمنى تكون الجوله كده كانت خفيفه وسريعه كده بس. حبيبي ربنا يخليك يا درش، ربنا يبارك لك يا رب، الله يخليك. تسلم لي. غلبناك معانا. لا يا حبيبي لا، تعالى وتعبني انت بس، مالكش دعوه مالكش دعوه. حبيبي حبيبي اتفضل. وهنا وهو بيحط اللبن، احب اقول لكم بس ان اللبن بتاعهم جامد جدا. في ناس تانية بتغش اللبن، الناس دي بسم الله ما شاء الله الله اكبر بجد. اللبن لما بتغليه بيعمل قشطة حلوة جدا وطعمها تحفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. تعالوا رماس جربوا حاجتهم حلوة جدا تحفة، وده فريق العمل. وبكده تبقى خلصت حلقتنا للنهارده. كنا معاكم في رماس لاند، شفنا منتجاتهم، منتجات الاجبان وثلاجه السعاده بتاعتهم، الحاجات الحلوه. تعالوا جربوهم. هم ليهم 3 فروع هنا في مدينه نصر، وليهم فروع طبعا في القاهره الكبرى كلها. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، تكتبوا لي كومنت، تعملوا لي اللايك الجميل. استنوني في فيديوهات جديده ان شاء الله. يلا مع السلامه، باي باي.